السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الحليمي في فيديو جديد. صراحة القضية حماضت. نعم الاخوان، ماشي حماضت على المهاجرين ولا واحد الفئة منهم، وصراحة غادي يستاهلوا تحماض عليهم القضية باش تنوض اسبانيا واستثمر مليون و400 ديال الاورو. وغنعاود لكم هذا البرنامج، صراحة يستاهلوا هاد الناس. داكشي اللي وقع مؤخرا في طوري باتشيكو، وداكشي اللي طرا يعني المغاربه والاسبان وداك الضجيج. صراحه هذا البرنامج يعني عنده غير 3 ايام، يعني تحط لينا النوتيسيا هنايا، يعني 23 شهر 7 2025. هذا البرنامج غادي يبدا من 2025 حتى ل 2028، والمشكله غادي تشدد الخناق. غادي نشرح لكم شي اشياء صراحه غادي راسك يضرك. والغريب في الامر ماشي غير في الواقع، حتى في المواقع. يعني غيكونوا اجهزه، غيكونوا الغوريتمات، غتكون مراقبه، غيكون برنامج لهاد الناس هادو. داكشي علاش اخي الفاضل وما نحرقش عليك الخطوات، اجيو نكتشفوا. ولكن صراحه غادي نفرحوا. علاش؟ لان هاد الناس يستاهلوا هذا التشديد وهذا الخناق، لان صراحه ما يمكنش. اسمع معايا. أطلقت الحكومة الإسبانية خطة ثالثة لمكافحة الجرائم والكراهية من سنة 2025 إلى سنة 2028 برعاية وزارة الداخلية وبتنسيق مع أوندود، المكتب الوطني لمحاربة الجرائم والكراهية. هذه الخطة ستبدأ في 2025 وستنتهي في 2028. الميزانية حوالي مليون و400 ديال الأورو، مخصصة لتنفيذ 109 تدابير مهيكلة ضمن 6 محاور استراتيجية و15 الهدف رئيسي. بمعنى أخي الفاضل، هاد أوندود وهاد المكتب هذا اللي قلت لك بوزارة الداخلية والتنسيق مع هاد أوندود، صراحة غادي نشوفوا أشياء خيالية. بمعنى غنزيد نقربكم من الموضوع. يعني هاد المكافحات، أي واحد تزعزع من المقلة، أي واحد شنطن، الله يعاون. وغادي تشوفوا تشديد خطير. نكمل عليكم باش ما نحرقوش المراحل وتفهموا معايا شنو باغي ندير. دولة كتستثمر فقط مليون و400 ديال الأورو في هادشي، راه صراحة شي خيالي. أولا، دعم وحماية ضحايا. بمعنى اسبان تشكا قال لك شفرتيني غرقتي، تعديتي عليه غرقتي، نصب واحتيال غرقتي، مالطراطو غرقتي، اي حاجه غرقتي فيها. هنا قال لك تحسين الوصول الى الموارد والمساعده، بمعنى بغى يعاونوا دوك الضحايا، وتوفير خريطه الموارد المسيره للضحايا ضمن بلاغات الشرطه مشابهه للنموذج الخاص بالعنف. اوكي، يعني بغاو يسهلوا لهاد الناس ويديروا واحد البرنامج او واحد الاستراتيجيه جديده. زائد الوقايه من الجرائم والخطابات، يعني الخطابات ديالك اللي كتقول عبر الانترنت وعبر تيك توك وكتحرض، حتى هما كيدخلوا عبر الجرائم، وخاصنا الوقايه منها. توعيه المجتمع، هذه حتى هو بغى يدخلوا في البرنامج ويوعيو الناس باش اللي دار الذنب يستاهل العقوبه عبر حملات التعليم والتعامل الاعلامي اللي فيه حنايا الريدي سوسياليس. استهداف فئات مثل ابوروفوبيا، الناس اللي عندهم ديك الفوبيا ضد التمييز وضد الفقراء، وزيد وزيد وزيد، وتقليل مقاومه الضحايا عن التبليغ، وزيد. مهم هنا قال لك تدريب شامل لأفراد الشرطة المدني، الجمعيات الحقوقية والفئات المتأثرة لضمان تغطية عملية ومناصرة. بمعنى بغاو يجيبوا لك واحد الهيئه اللي منظمه ومتدربه وفيها جمعيات، فيها فئات، فيها اشياء اللي تقدر تدافع على الحقوق ديال الضحايا، وهكا يغبروا لك الشقف في حاله الا درتي شي حاجه اللي ماشي تلهي. هنا قال لك تنسيق وتحقيقات وتبادل المعلومات، بمعنى الانفورماسيون ديالك غادي تلونسا في جميع انحاء اسبانيا. قال لك هنا اطلاق نظام تنسيق شامل للتحقيقات تديره جمعيات اوندود بالتعاون مع اجهزه الامن لتوحيد منهجيه التحقيق عبر اطراف متعدده. يعني الاف بي اي بدات كونترولي كل شيء. صراحه هادشي زوين، انا عجبني. زائد انشاء فرقه مركزيه متخصصه في الشرطه والحرس المدني للتحقق من الجرائم المعقده والدوليه او الموجهه الى الانترنت. سمعتي يا اخي الفاضل؟ ونوض بدا تحرض على العنف نتايا، ونوض وقول لهم ها كاين وها كاين، بون بلا ما نذكروا هادشي. غرقتي، مشيت بغيت تدفع الاوراق، تحصل
غير نديروا كاع ما عندك حتى محاكمه، يعقدوا لك في الورق. هنا قال لك تعزيز الموارد والتكنولوجيا، دعم فريق ايفو وريدو باجهزه وتقنيات متقدمه للتعرف على محرضي الكراهيه في منصات الانترنت، بدليل لمقاييس استخدام مؤشرات دافع التمييز اكتشاف جرائم بدقه واسرع. يعني هادشي كله خلى اسبانيا ديرو، لان كيشوفوا كاينين احتكاكات، كاينين احزاب عنصريه، كاينين محرضين، كاينين اعلاميين، كاينين اشياء اللي صراحه حنا ما نقدروش نعلموا بها، كنعرفوا داكشي غير سطحي. داكشي علاش هما بغاو يتعمقوا، لان هادشي اللي طرا وهادشي اللي كيطرا صراحه راه غير ممكن. تسمع على ان في طوري باتشيكو وقعت هذا الاجرام وطنطان والمشاكل ما بين المغاربه وداكشي، واحد شويه كتلقاهم حرقوا جامع، شويه كتسمع واحد مغربي حرق واحد الاسبانيا، ومن مورا بثلاث ايام كتلقى واحد كيدير البنت صاك. ما يمكنش. داكشي علاش بغاو يكثروا من هادشي. قال لك الاخوان اهم المستجدات هو تعجيل تطبيق البروتوكول للشرطه المحليه المقرر اصلا في حتى 2028 ليصبح فعالا ولتوحيد الطرق المحليه للتعامل مع الجرائم والكراهيه. اعتبار الجماعه العنصريه واليمين المتطرف اهدافا بحثيه وتحقيق اولى من ايفو والريدو وسيتكو، خاصه مراقبه المنظمات والتحريض السياسي عبر الانترنت. يعني داخلين فيها حتى احزاب، داخلين فيها يعني شوف مراقبة شاملة. اش بان لكم الاخوان؟ انا صراحه عجبني هذا البروتوكول، لان اللي ما دايرش ما غيخافش، والحمد لله غادي نقصوا من هذه الكراهيه، وهكا غادي يتفادى الغضب، ومع السنوات المقبله ما بقاوش نتعرضوا لهذه الكراهيه وهذه العنصريه بسبب بعض الصعالق اللي كيديو ديال عباد الله واللي كيسرقوا وكيدوا علينا واحد النظره اللي خايبه، لدرجه ان كتلقى اشخاص ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم وكيخلصوا الثمن غالي بسبب واحد لانه تعدى على واحد الراجل. وهذا الشيء حنا شفناه في امثله حيه في المدينه اللي ساكن فيها مرسيا. المهم الفيديو ما يقارب 7-8 دقائق. نتمنى الرساله تكون واضحه. غادي نختمها بواحد الكلمه وغادي نسالي الاخوان الله يرحم بها الوالدين. الا شتي شي واحد يعني ظالم، راه ما تبقاش تقول لي ديك انصر اخوك ظالما او مظلوما، راه ربي يحرم على نفسه الظلم. اذا انت ما تنصرش الظلم، غيروا، هضر، دوي، بدل، نصح على الاقل. راه ما يمكنش الاخوان واحد كيتعدى ونوض انايا ونأيدو، لا خويا انا نبلغ كاع على الشرطه، لان داك السيد ما بقاش تقول لي مسيحي ما كيامنش بالله ولا حياته هذيك ربي وقال لك ما تاديش. اذا على الاقل كن انساني وخذ الموقف بانسانيه، ما تاخذوش بعاطفه ولا بانسانيه. وتخيلوا كاع داك السيد من العائله ديالك، خيد عليا كاع انا مسيحي ضرب الاب ديالك، تخيل معايا في ديك الحاله. راه لا يمكن الاخوان، راه لا يمكن، وهذا الشيء راه خرج عن السيطره. وان شاء الله كما كنشوفوا نتمنى هذا الفيديو هذا تكون فيه استفاده، وهذا الشيء اللي كاين. سلام.